خليني أسألك سؤال واحد، لو دخلك ثابت ومصاريفك بتزيد كل شهر هتستنى المرتب يزيد ولا هتستنى المعجزة؟ الحقيقة إن في الإمارات ناس كتير شغالة شغلانتين مش علشان طمعانين، علشان عايزين الأمان ويحسوا إن الغربة مش على الفاضي. ولو سألت أي حد ليه ما تعملش مشروع أو تعمل دخل إضافي يساعدك جنب شغلك هتلاقي نفس الإجابة: معيش فلوس، مش عارف أبدأ إزاي، خايف أفشل، خايف أخسر الفلوس. في الفيديو ده مش جاي أقولك على فكرة تكسبك مليون دولار ولا أقولك تغني من البيت، لا، أنا جاي أقولك على أفكار أو مشاريع هتساعدك إنك تلاقي مصدر دخل إضافي تاني بجانب شغلك، او على الاقل هقول لك ازاي تطلع بفكره مشروع تناسبك انت في الامارات. بس قبل ما تبدا الفيديو شجعني بلايك كده جميل كده يديني دفعه للفيديوهات الجايه، وتقول لي رايك في التعليقات، ولو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وانا هجاوبك عليه. وتعالى يلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما ندخل في الافكار خليني اقول لك على حقيقه مهمه جدا: مش كل مشروع ممكن اللي هقول لك عليه ده ينفع لكل شخص، ومش كل فكره نجحت مع غيرك هتنجح معاك. عشان كده الفيديو ده مش قائمه افكار وخلاص، دي طريقه تفكير لو فهمتها هتعرف تطلع بافكار بنفسك طول الوقت. اول حاجه قبل ما تدور على فكره اسال نفسك 3 اسئله مصيريه. اي مشروع في الدنيا بيفشل لو ما جاوبتش على ال3 اسئله دول. السؤال الاول: عندك وقت قد ايه في اليوم؟ ساعه ولا ساعتين ولا الويك اند؟ مشروعك مثلا محتاج 6 ساعات وانت فاضي ساعتين، ده اسمه ضغط مش مشروع. السؤال الثاني: انت بتعرف تعمل ايه؟ حتى لو بسيطه، حتى لو حاجه انت شايفها عاديه، الحاجه اللي انت شايفها سهله دي غيرك مستعد يدفع فيها فلوس. السؤال الثالث: عايز دخل اضافي ولا دخل ثابت؟ تسدد اقساط ولا امان ولا تحسين مستوى؟ لازم تبقى عارف اجابه ال3 اسئله دول قبل ما تفكر في اي فكره مشروع. نيجي بقى لفكره ازاي تطلع بفكره مشروع بنفسك. طريقه الاحتياج اليومي: بص حواليك كده في الامارات وشوف الناس بتدفع في ايه كل يوم: اكل، توصيل، تنظيف، تصليح، تنظيم. اي حاجه الناس بتحتاجها بشكل متكرر تنفع تكون مشروع. اكتر فكره مشروع ناجحه طلعت من مشكله، يعني تشوف حلول للمشاكل اللي الناس بتواجهها كل يوم في احتياجاتها اليوميه، وهتلاقي فكره مشروع كويسه. زي مثلا خدمه وحشه، سعر عالي، تاخير، اهمال. فلازم تسال نفسك لو المشكله دي اتحلت الناس هتدفع؟ ساعتها هتعرف الاجابه. نيجي بقى للجزء الاهم: انت قاعد تقول لنا كلام نظري يا عم اسلام بس ما قلتش برضو نعمل دخل اضافي ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه هتكلم لو ما عندكش راس مال والدنيا جايه عليك جامد تعمل ايه. وانا كنت كده برضو على فكره في الاول، عادي يعني بتحصل مع الناس كلها. شوف، في افكار اتعملت بجد مش بوستات فيسبوك على الفاضي. في حاجه مثلا زي توصيل جزء بعربيتك، مش كار ليفت على فكره عشان دي شغلانه متعبه ومجهده اكتر من مكسبه ومش قانونيه فنبعد عنها. لكن التوصيل الجزء ده مثلا تتفق مع مطعم او محل ورد او اي مكان استهلاكي بيوصل طلبات او اوردرات بمقابل في حدود مثلا الشارقه او دبي في وقت انت تبقى فاضي فيه، او مثلا تدير صفحات السوشيال ميديا لكن محتاجه وقت كبير. دي برضو بتبقى بالعموله حتى لو مبلغ بسيط، بس برضو بيعتبر مبلغ اضافي. في كمان حاجه التسويق بالعموله، تسوق اي حاجه وتاخد عليها عموله. طبعا سمساره العقارات على السوشيال ميديا دي فيها فلوس كويسه جدا، وناس كتير بتدور على وحدات للايجار او السكن الشيرنج، بيبقى فيها اقبال عليها كتير او فبيبقى فيها ربح كويس. فانت تقدر تتفق مع صاحب شقه او بنايه او حتى عربيه وتصورها وتنزلها على السوشيال ميديا بقى، سواء انستجرام او فيسبوك او حتى واتساب. دي ميزتها انك مش بتكلفك فلوس خالص، وفي نفس الوقت مكسبها كويس من كل عمليه بيع او ايجار. في كمان فكره الاكل المنزلي، دي للسيدات برضو اللي بيبقى عندها وقت فراغ كبير في اليوم، بتقدر تعمل اشتراكات شهريه وبتعمل وجبات يوميه، لان شباب كتير قوي هنا بتبقى محتاجين اكل بيتي بعيد عن جو المطاعم ده، وبشوف فيه اقبال كبير قوي على الفيسبوك فيه. كل دي افكار بسيطه لو انت ما عندكش راس مال خالص تقدر انك تعمل دخل اضافي. ممكن نعلى بالمستوى شويه، ولو معاك مبلغ بسيط اعمل ايه؟ اولا لازم تشوف الاول ازاي اقدم خدمه للناس واخد عليها فلوس وتكون مطلوبه، زي مثلا البرمجه او تصميم الصور او المونتاج او الفيديو ايديتنج او مونتاج الريلز بشكل ادق. المجال ده مطلوب بشكل كبير جدا في الفتره الحاليه، وزي ما احنا شايفين اي حد عنده شركه او منتج معين عايز يسوقه، فاهم طريقه يسوق بيها المنتج دي هي منصات السوشيال ميديا، ودي بتبقى عن طريق الفيديوهات اللي بتنتشر بشكل كبير وبتحتاج مونتاج يشد المشاهد، فالطلب على الخدمه دي كبير قوي. فانت محتاج تطور نفسك في المجال ده عن طريق كورسات في مكان كويس ويكون عندك لابتوب. وعلى فكره الكورسات دي دلوقتي كلها اونلاين، يعني لو انت في الامارات مثلا ممكن تاخد كورسات في اكاديميات في مصر عادي، وبتبقى المحاضره معاك بتسجلها تقدر ترجع لها في اي وقت كمرجع ليك وبسعر في المتناول، يعني مش كتير على انك تبقى عندك مهاره معينه في مجال مطلوب زي مونتاج الفيديوهات. ده يعتبر كمان شغل اضافي بجانب شغلك الاساسي، وتقدر تعمل منه فلوس كويسه لو انت دماغك فيها حته ابداع كده. تقدر تعمل كام فيديو كده ريلز وتنشرها على حسابك في الانستجرام او الفيسبوك، وهتلاقي الشغل بيجي لك لحد عندك. ناس تطلب منك تعمل ايديتنج للفيديوهات دي. انا طبعا بقول لك
مثال، لكن في مجالات تانية كتير مثلا زي الجرافيك ديزاين او تصميم الصور على برامج زي كانفا، او تكون متعلم برمجه، وده من اهم المجالات المطلوبه في الخليج ودول اوروبا كمان. مجال زي الذكاء الاصطناعي وازاي تعمل فيديوهات تدمج بين فيديوهات الاي اي مع مونتاج الفيديوهات العاديه من خلال برامج ادوبي بريمير وافتر افكت وكاب كات، كل دي برامج مطلوبه جدا في سوق العمل في الامارات كمان بشكل خاص. انا عن نفسي كل 6 شهور كده بحاول اخد كورسات في مجال معين زي المونتاج والذكاء الاصطناعي. لا بصراحه من المجالات اللي ليها مستقبل بشكل كبير في الخليج عموما، وانا بحب عن نفسي مجال يكون فيه مثلا انت بتطلع فيها فكره معينه او حاجه تبدع فيها، حتى لو ده مش مجالي الاساسي بس ممكن يكون شغل جانبي او اعتبره مثلا هوايه بجانب شغلك الاساسي. نيجي بقى لفكره لو معاك راس مال مثلا متوسط ممكن تعمل ايه كبدايه يعني. من اهم المجالات على الاطلاق في الخليج وانا قلتها قبل كده في فيديوهات سابقه، وهي التجاره الالكترونيه او الاي كوميرس. هنا في الامارات عايز اقول لكم ان الناس اللي بتشتري اونلاين اضعاف الناس اللي بتنزل او بتشتري بنفسها، خصوصا في الصيف، او حد مثلا مش معاه عربيه فبيشوف انه يشتريها اونلاين اوفر بكتير قوي انه يروح بنفسه يشتريها، لان الموضوع اسهل بكتير عن الاول. اي حد محتاج حاجه بيدخل على مواقع كتير بيع اونلاين وبيلاقي الحاجات بتاعته موجوده وبسعر كويس وفيها خدمه التوصيل لحد البيت، فالموضوع من اسهل ما يمكن. هي بس الفكره انها محتاجه تخصص لها وقت وتعرف تسوق لها صح، ومن غير مكان محدد تبيع فيه او ايجار او مصاريف جانبيه كهرباء او اي حاجه. كل اللي عليك تعمله انك بتنزل بتجيب منتج معين يكون جديد او عليه اقبال، او يكون مثلا بيحل مشكله معينه، وتيجي تبيعه على منصات السوشيال ميديا. بتعمل له فيديو احترافي ليه يبين مميزات المنتج بنفسك، ولو مش عايز بنفسك في كمان شركات بتبقى هي شغلتها ان هي تصور لك المنتج ده وتديهولك كده كفيديو تعمله اعلان على السوشيال ميديا يكون جاهز لله. وحتى لو مش عايز فيديو احترافي انت ممكن تصور بنفسك وتوضح فيه مميزات المنتج، وانت هتلاقي صدى كبير عليه بعد ما تنشره على السوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام والسناب شات. طب اجيب ازاي المنتجات دي وبسعر كويس؟ شوف في كذا طريقه. مثلا الطريقه الاولانيه انك ممكن تلاقي منتجات كتير جدا على علي بابا او سي جي دروب شيبينج، بيجي لك المنتج لحد عندك، تقدر تطلبه بالقطعه تشوف الوضع ايه، وممكن تجيبه جمله بسعر كويس لو واثق في المنتج ده وتجرب، لو مشي كويس تقدر تطلب كميه اكبر. او في طريقه تانية وهو انك تنزل على السوق الصيني اللي هو في دبي اللي هو الدراجون مارت، مكان كبير جدا تقدر تدور فيه على منتجات رابحه جدا، وقابل كمان ان انت تتفاوض انك تاخد جمله بسعر كويس. والميزه كمان انك تقدر تفحص المنتج كويس وتشوف خامته كويسه وتجربه قبل ما تشتريه. وانا عن نفسي برجح الموضوع ده جدا، لانك لازم تجرب الحاجه وتشوفها بنفسك قبل ما تشتري او تبيع حاجه اونلاين. طب اعرض الحاجات دي ازاي على السوشيال ميديا؟ بص، لو مش معاك راس مال كبير تعمل اعلانات، انت تقدر تعمل صفحه على الفيسبوك واكونت جديد على الانستجرام باسم البراند اللي انت بتبيعه، وتنزل عليه الفيديوهات اللي انت عملتها على المنتج، وتكتب رقم واتساب او التواصل مثلا لو جالك اوردرات انت توصلها بنفسك. ولو الدنيا مشيت معاك تقدر تتفق مع شركه توصيل وتضيف الرسوم دي على سعر المنتج عادي جدا، كله بيعمل كده. في طريقه تانية اكتر احترافيه بس محتاجه راس مال شويه، وهو انك تعمل موقع الكتروني مخصوص للمنتج ده، تقدر تعمله بنفسك او في شركات كتير تقدر تعمله لك بشكل احترافي، وبيوضحوا فيه تفاصيل المنتج والتواصل وسياسه الاسترجاع والتعليقات واراء الناس اللي اشترت المنتج قبل كده، وده بيبقى فيه مصداقيه اكتر للمشتري اكتر من صفحات الفيسبوك. بس ده هتبقى محتاج تعمل سجل تجاري او رخصه تجاريه تقريبا في حدود 1500 درهم، ودي رخصه انك بتعمل نشاط تجاري اونلاين، وهتعمل النشاط خدمي مش بيع اونلاين، لان في الامارات غير متاح البيع اونلاين لغير المواطنين. فعلشان كده الفكره دي محتاجه بس راس مال في الاول بسيط علشان تبدا مشروعك الاونلاين، ودي انا بفضلها بصراحه لانها اكثر احترافيه ومصداقيه في التجاره الالكترونيه بشكل عام. في كمان فكره الطباعه على التيشيرتات او المجات بصوره العميل بيختارها، دي من الحاجات المنتشره جدا وعليها طلب كبير خصوصا في المناسبات. بتعمل الموضوع ده انك من خلال موقع كانفا، ده اللي ما يعرفوش هو موقع متخصص في تصميم الصور والفيديوهات زي ما انت عايز، موقع فعلا ممتاز للي فعلا شاطر في التصميم. بتقدر تعمل الصوره اللي انت عايزها وبعد كده ممكن تطبعها في السوق الصيني بسعر رخيص جدا، او تقدر تشتري الماكينه نفسها عندك وتطبع زي ما انت عايز، هتوفر عليك كتير لما الامور تمشي معاك ان شاء الله. برضو محتاج تعمل ليه متجر الكتروني على شوبيفاي بدولار مثلا في الشهر، وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب تعلمك ازاي تعمل متجر الكتروني. او لو عايز تبدا على انستجرام او سناب شات علشان الخليج بيركز قوي على السناب شات، تقدر تعمل كل ده وتعمل اعلانات للفيديوهات دي، وانت الدنيا هتمشي معاك، هتمشي ان شاء الله ما تقلقش. واهم من كل ده لما تيجي تعمل الاعلان لمنتجك لازم توضح فيه مميزات المنتج او الخدمه دي، وبتعالج مشكله ايه وبتحلها بصوره كويسه وبفكره
بسيطه وتوصل للناس بسرعه. ممكن بقى نعلى شويه لو معاك راس مال كويس، وده بصراحه بشوفه كتير برضو على جروبات الجاليه هنا. ناس كتير بتقول انا معايا مبلغ مثلا معين وكنت عايز فكره مشروع تكون كويسه وبتجيب دخل كويس في الامارات، ومش بيبقى عنده خبره في مجال معين، علشان كده بيسال الناس، وده في حد ذاته خساره فلوسه من قبل ما يبدا، لان ببساطه انت مشتت ومفيش حاجه معينه في دماغك ورايح تسال ناس ما تعرفهاش، وكل واحد هيقول لك على وجهه نظر هو في المجال اللي هو بيفهم فيه مش انت. فدي خطوه غلط للي معاه فلوس ومش عندوش خبره في مجال معين. طب ايه الحل؟ اولا لازم تكون مثلا لو بتفهم في مجال السيارات في الامارات، بيبقى فيه مزادات او سيارات بيبقى فيها دعامات او خبطات خفيفه بينزل في سعرها كتير، وفي نفس الوقت تصليحها مش كتير. فالناس اللي بتحب مجال السيارات وخبره فيها بتشتري السيارات دي وبتصلحها في اماكن ثقه ليك تعامل معاها قبل كده، وبترجع تبيعها من تاني بسعر كويس وتكسب فيها كمان. بس المجال ده محتاج خبره في السيارات وتبقى عارف هتصلحها فين وتبيعها ازاي تاني. ممكن لو معاك مبلغ اكبر كمان تقدر تفتح بارتيشن في اي مكان او اي مول زحمه او يكون معروف شويه تقدر تبيع فيه منتج معين. الموضوع ده فعلا بيكسب جامد. انا مش هقول لك تفتح في دبي مول او تفتح مثلا في مول الامارات او دبي فيستيفال، لا الحاجات دي غاليه، بس في مولات او اماكن ترفيهيه بتكون لسه جديده وبيبقى عليها في موسم الصيف بالذات بيبقى عليها زحمه كتير، دي ممكن تقدر تكسب فيها لان ايجاراتها بتبقى قليله. او مثلا كشك مثلا في مكان ترفيهي تبيع فيه مشروبات او سندوتشات، الموضوع ده برده منتشر قوي. وانا عن نفسي بشوف الكشك دي في اماكن بروحها بتكون ما شاء الله زحمه وعليها اقبال كبير للكل، مفيش كشك مش شغال خصوصا في الشتاء، وهي اصلا اغلب الاماكن بتاجر المكان ده في موسم الشتاء فقط، لان الصيف ما فيهوش حد بيخرج في اماكن مش مكيفه، لازم داخل مول يعني. طب في حاجات او اخطاء لازم تبعد عنها وانت بتفكر تعمل مشروع في الامارات علشان هيخسرك كتير. اولا شيل في بالك موضوع الوقت المثالي ده، ما فيش حاجه اسمها وقت مثالي علشان تبدا مشروع. في حاجه اسمها عندك خبره في مجال معين ومعاك فلوس ولا لا، درست الموضوع كويس ولا لا، وبعد كده بتبدا في التنفيذ. وجمد قلبك وانت بتبتدي، ما تحاولش تقلد اي حد عمل مشروع معين او فكره معينه ومشيت معاه، ده مش معناه ان هي اي حد ممكن يعمل الفكره دي وتنجح معاه. ظروفكم مختلفه وراس المال اكيد مختلف وخبراتكم مختلفه، حاجات كتير ممكن ما تخليش الموضوع معاك يمشي زي ما انت عايز. ما تعتمدش على شخص معين وانت بتعمل مشروع، حتى لو مشروع صغير لازم يبقى كل الاعتماد عليك انت، علشان انت اكتر شخص مهتم بالمشروع بتاعك، فلازم انت تبقى كل حاجه في الموضوع. واكيد هتحتاج مساعدات من اشخاص تانية، بس يفضل في خانه المساعده مش الاعتماد الكل عليهم. عموما الدخل الاضافي مش رفاهيه دلوقتي لاي مغترب، سواء كان مرتبك كويس او مرتبك يا دوب بيكفيك لاخر الشهر، لان ده امان ليك وبتديك ثقه، وان يكون ليك اكتر من مصدر دخل ده في حد ذاته امان وثقه ليك انك تقدر تكمل في الغربه وتحس انك مش متغرب على الفاضي. انا شرحت لك بعض الافكار، سواء مش معاك راس مال او معاك راس مال بسيط او معاك راس مال كبير، كل حاجه ولها مخاطرها ونجاحها مميزاتها وعيوبها. انت اللي تقدر تختار، تقدر تمشي في مجال خدمي ولا مشروع براس مال. ابدا بحاجه صغيره وجرب واغلط وتعلم، مش عيب. ولو خايف تخسر فلوسك او مش واثق في مشروعك، اتعلم مهاره معينه او تطور خدمه معينه فيك وتقدر تزود بيها دخلك. اهم حاجه انك تبدا. فلو الفيديو ده فادك يا ريت تشترك في القناه علشان الفيديوهات الجايه عملي اكتر. ولو عندك فكره حلوه لمشروع كويس للامارات برضو تقدر تفيد الناس في الكومنتات وتقول لي رايك، تتفق او تختلف معايا. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.